مطعم الشاب كاظم بيقدم لنا حاجة غير اللي بينزلها للفود بلوجرز، وانا بصراحة مش هسكت عن الموضوع ده. مطعم الشاب كاظم وصل القاهرة يا اخواتي. الملعب ولع. الشاب كاظم اللي مكسر الدنيا في اسكندرية فتح فرع في قلب وسط البلد في القاهرة، فما ينفعش يكون موجود وما جربش الاكل من عنده. فاللايك بتاعكم الحلو ومتابعة لاخوكم التوني، اوعى تكسلوا ونصلي كده على الرسول وتعالوا نشوف مطعم الشاب كاظم بيقول ايه. الشاب كاظم اتشهر مؤخرا بالمارية بتاعته واللي مسميها قزومة، وبتكون بحشوات مختلفة، وكمان السماش برجر بتاعه بالحركات بقى وما ادراك ما السماش برجر. ابتديت تسخين في الاول بالقزومة وطلبتها صدق بسطرمة كيري، اتضايقت منهم جامد قوي الصراحة. القزومة كانت فاضية لحد كبير، يا دوب حشو بسيط جدا، وعلى العكس تماما للي نزل للفود بلوجرز اللي جم جربوا الشاب كاظم في القاهرة، كان نزل لهم الحشو والكمية مختلفة تماما. ومؤخرا الموضوع ده بقى بينرفز اي حد، وهو حقيقي شيء يضايق جدا، فياريت ياخدوا بالهم من الموضوع ده. الناحيه بقى التانيه في السماش برجر التجربه كانت مختلفه. طلبت سماش برجر كلاسيك دبل يا باشا، ما تاكلش سنجل في السماش برجر. طعم البرجر مع الصوصات خطير خطير، وعاملين عرض كمان الفتره دي، اطلب 2 سماش برجر سنجل مع بطاطس وفرايز ب 200 جنيه، وتقدر كمان تزود عليه طبقات، يعني تخلي الساندوتش دبل تريبل وهكذا. وفعلا من السندوتشات اللذيذه اللي ممكن تاكلها. وختمت بقى بسندوتش البوم طخ شوكولاته كريمه، واديها يا توني ما ترحمهاش. الشوكولاته كان طعمها لذيذ، لكن الكريمه والله ما بأفر، مزرنخه وريحتها تحسوها ريحه رنجه، ما تفهمش في ايه. بس كده، دي كانت تجربتي في الشاب كاظم. ما تنسوش لايك حلو منك ومتابعه عشان يوصلك كل جديد. انا بحبكم في الله يا اخواتي، اشوفكم في فيديو جديد قريب. سلام.